معبد أبو سمبل من أعظم المعابد التي شيدها المصريون القدماء، وهو يقع في جنوب مصر على ضفاف بحيرة ناصر. أمر الملك رمسيس الثاني ببنائه ليخلد قوته ويظهر مكانته، وليكون رمزاً لحماية حدود مصر الجنوبية. نحت المعبد بالكامل في قلب الجبل، مما يجعله واحداً من أروع الأعمال المعمارية التي تجمع بين الدقة والجمال والقوة. عند مدخل المعبد تقف 4 تماثيل ضخمة لرمسيس الثاني، يبلغ ارتفاع كل منها أكثر من 20 متراً، وتبدو وكأنها تحرس المكان وتعلن عظمة الملك. داخل المعبد تتزين الجدران بالنقوش التي تصور انتصارات رمسيس في معركة قادش، ومشاهد دينية تظهر علاقته بالآلهة. وقد صمم المعبد بطريقة فلكية مدهشة، حيث تدخل أشعة الشمس إلى قدسه مرتين في السنة، فتضيء تماثيل المعبودات في أعماقه، في مشهد يعد من أعظم أسرار الهندسة المصرية القديمة. إلى جانب المعبد الكبير يوجد معبد آخر أصغر حجماً خصصه رمسيس الثاني لزوجته الملكة نفرتاري، وخصص لعبادة الإلهة حتحور. وتظهر على واجهته 6 تماثيل شاهقة، منها 2 لرمسيس و4 لنفرتاري. ويعد هذا التكريم من أروع ما قدمه ملك لزوجته في تاريخ مصر القديمة. تعرض المعبد لخطر الغرق بعد بناء السد العالي، فتم نقله بالكامل في عملية إنقاذ عالمية شاركت فيها دول كثيرة. اليوم يقف أبو سمبل شامخاً كما كان، يحكي قصة ملك عظيم وحضارة خالدة، ويجذب الزائرين من كل مكان ليشهدوا جماله وروعة هندسته التي تجاوزت الزمن.